السلام عليكم. أنا هدى عبد الحليم ودي قناتي على اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنحضر مع بعض بسبوسة حلوة قوي زي ما انتم شايفين الشكل لوحده ملوكي ويفتح النفس ما شاء الله. ان شاء الله لما تجربوها وتعتمدوا الطريقة هتعرفوا ان الشكل ملوكي والطعم كمان ان شاء الله تجربوها. يلا بينا نشوف الطريقة. هنحط كوبايتين هنا من دقيق البسبوسة، 3/4 الكوباية سكر. هنقلبهم كويس كده على الناشف. هنحط هنا معلقتين بيكنج باودر وهنقلب كويس برضو. هننزل كوباية زيت على سمنة، انا مش خلطهم على بعض. هنزل الزيت، نزلته اهو، هقلبه كويس. وبعد كده تاني حاجة هنزلها السمنة، هنزل السمنة كده كويس اهو، هقلبهم كويس كده لغاية ما المكونات تختلط ببعضها. هنزل علبة قشطة حلويات او القشطة اللي هي الطازة، الاتنين كويسين وفي الاخر هيدوا نفس النتيجة. هقلبهم كويس كده لغاية ما تختفي. هنزل هنا نص كوباية من جوز الهند المبشور، هقلبه كويس كده لغاية ما يبدأ يختفي اهو. قلبته كويس. بصوا الكمية دي تعتبر تقيلة فانا هحاول ان انا اخففها بنص كوباية من اللبن. هنزل نص الكمية من اللبن واقلبها كويس. لو حسيت ان هي محتاجة بالتالي هزود لها باقي الكمية. بصوا يا جماعة الكمية دي تقيلة فانا بالتالي هنزل لها باقي كمية اللبن. هنزل باقي الكمية من اللبن اهو. كده بقى الخليط معتدل وحلو قوي، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، كده كويس. قلبتها كويس بالمضرب. انا لقيت المضرب ده اسهل يا جماعة فقلت ان انا اعمل بيه علشان يعني مش لسه هعمل فاهو. انا هدهن الصينية زيت كده، هنزل فيها نص الكمية. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 المدة من 10 دقايق إلى 12 دقيقة من فوق وتحت. فردتها اهو في الصينية، الفرن ساخن مسبقا يا جماعة. نفردها في الصينية كويس كده وندخلها الفرن. هنحتاج معانا هنا للقشطة كوبايتين من اللبن، عليهم ربع كوباية من النشا ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة من السكر. هنقلبهم كويس كده على نار متوسطة لغاية ما تبدأ تغلي كده اهو، القوام يتقل معانا وتبدأ تغلي اهو. هقلبها تقليبة كويسة. هنا معانا جبنة كريمي، اي نوع جبنة كريمي، المهم نسبة الملح فيها ما تكونش عالية. هنزل 4 معالق كده من الجبنة. وهنا معايا معلقة صغيرة من الفانيليا، هقلبهم كويس كده. ومعايا رشة ملح بسيطة، لازم نحط رشة ملح لأي حلويات. بقى معانا احلى قشطة دلوقتي ما شاء الله، حلوة جدا. شايفين يا جماعة طلعت من الفرن حلوة قوي واللون جميل ما شاء الله. بعد ما سبتهم يرتاحوا شوية هنزل نص الكمية، كمية القشطة يعني، هحتفظ بباقي الكمية في الفريزر اهو. هفردها بقى في الصينية، هفرد القشطة عليها كده بالراحة، هنسويها كويس كده زي ما انتوا شايفين اهي اتسوت معانا بالشكل الحلو ده ما شاء الله، شكلها حلو جدا. هنا هنعمل الشربات، هحط كوباية من السكر على نار متوسطة برضو، زيها برضو كوباية من المية. هقلب كويس كده. هنا بعد ما سيبناها ترتاح 10 دقايق هبدأ انزل عليها باقي الخليط بتاع البسبوسة بالراحة كده، هفرده بالمعلقة بالراحة خالص. هبدأ انزله كده اهو. انا خلصت الكمية اهو بالراحة.
اهي اتفردت كلها في الصينية ما شاء الله. هندخلها برضو الفرن على نفس درجة الحرارة 180 لمدة 12 دقيقة من فوق بس يا جماعة، عشان الطبقة اللي تحت تمت تسويتها. اهو الشربات غليت، هننزلها عليها على البسبوسة. البسبوسة لازم تكون لسه طالعة من الفرن والشربات سخنة. اهو نزلت الشربات عليها وقلبتها يا جماعة. انا قلبت البسبوسة، يعني ده يعتبر اللي هو بمعنى اصح قعرها. هزين انا كده دلوقتي بالجوز الهند، وهزين بالفستق. انا اسفة، هزين بالفستق الاول. اهو ما شاء الله الشكل بدأ يبان يا جماعة. رشة بسيطة كده من جوز الهند كده، وهزين بالورد مجفف هيدي شكل حلو قوي. كده خلصت معايا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتعتمدوا الوصفة دي وتجربوها بإذن الله هتعجبكم قوي. أنا هدى عبد الحليم ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير لو الوصفة عجبتكم وحابين ان انتوا تجربوها. بإذن الله انها تعجبكم جدا، انا واثقة انها تعجبكم بإذن الله.